السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعت لك النهارده من الحلقة الثانية في كورس الست حصص للشعب الأدبية سواء عام أو أزهر. زي ما اتفقنا هنخلص المنهج كامل في ست حصص. أهم حاجة لازم يكون في تركيز وترتيب معايا الحصص. الوحدة الأولى بالوحدة الثانية هسيب لك رابط الوحدة الأولى في الديسكريبشن. ما تنساش قبل ما نبدأ تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يبدأ لك كل جديد. جاهز يا بطل؟ يلا بينا. الحلقة الثانية النهارده تتكلم عن الوحدة الثانية فرع الإحصاء. عندي حاجة اسمها مخطط الساق والأوراق. ما تنساش إن احنا لازم نقسمها لثلاث دروس. الدرس الأولاني مخطط الساق والأوراق، الدرس الثاني الرباعيات وتمثيلها بيانيا، والدرس الثالث حاجة اسمها نصف المدى الربيع. بإذن الله الحصة بتاعتنا هنشتغل فيهم الثلاث دروس. يعني إيه كلمة مخطط الساق والأوراق؟ تعالى واحدة واحدة كده أفكرك بشوية حاجات قديمة. أول حاجة عندنا اسمها المنوال. يعني إيه كلمة المنوال؟ قال لك المنوال هي القيمة الأكثر تكرارا. هي القيمة الأكثر تكرارا أو شيوعا. يبقى هي القيمة الأكثر تكرارا أو شيوعا. حاجة بعد كده اسمها الوسط الحسابي، خدناها قبل كده. يعني كلمة الوسط الحسابي قال لك هو عبارة عن مجموع القيم على عددهم. ده لو كان مين؟ لو كان عادي مش توزيع تكراري، لو كان شوية قيم. عندك حاجة اسمها المدى، وكانت من مقاييس التشتت. عبارة عن مين؟ عبارة عن أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة. يبقى أنا عندي المنوال هي القيمة الأكثر تكرارا والأكثر شيوعا. وسط حسابي مجموع القيم على عددهم. أما المدى هي أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة. أما الوسيط وده هيبقى شغلنا عليه كتير شوية من أول الدرس التاني بإذن الله. الوسيط دي عبارة عن مين؟ هي القيمة التي تتوسط الترتيب. يعني برتب واشوف القيمة اللي في النص. النهارده حاجة اسمها مخطط السقف والأوراق. مخطط السقف والأوراق ده هو تمثيل بياني بيعتمد على القيمة المكانية للعدد. يبقى مخطط الساق والأوراق ده عبارة عن تمثيل بياني بيعتمد على مين؟ بيعتمد على القيمة المكانية للعدد. يعني بعمل ايه برضه في ايه؟ قال لك مخطط الساق والأوراق بيعتمد على القيمة المكانية. بمعنى لما اجي نمثله يبقى عندي حاجتين، حاجة اسمها الساق وحاجة اسمها الأوراق. زي فرع الشجرة كده. قال لك يا باشمهندس بعمل ايه هنا وبعمل ايه هنا؟ قال لك الأول شكله عنده حاجة اسمها ساق وعنده حاجة اسمها أوراق وعنده حاجة اسمها مفتاح الحل أو المفتاح. طيب الأول كده قلت ايه في الساق وايه في الأوراق؟ مثلا لو جيت قلت لك أنا عندي رقم اسمه 12، عندي رقم اسمه 53 أو 23، عندي رقم اسمه 7 مثلا، عندي رقم اسمه 22، عندي رقم 25 مثلا. عايز بقول لك مثل الارقام ده اهي 33. مثل الارقام ده للساق والأوراق. اول حاجه ترتيب، نكتب الارقام دي. فلما تيجي ترتبهم ازاي؟ 7 بعدين اهو 7 بعدين بعد السبعه عندك هنا اللي هي 12 ثم 22 23 25 33. ادي الترتيب. في الصعب بحط هنا الارقام اللي عندي هنا لو تلاحظ احاد عشرات وخد لها صفر، احاد عشرات، احاد عشرات، احاد عشرات وهكذا. فانت عندك في الصوت بحط العشرات اللي هي القيمه المكانيه الكبيره بالنسبه لي اللي انت بتكررها كتير، زي العشرات، حاجه من 100 اجزاء، الاجزاء من 10، الحاجات دي كلها. الاول يا باشمهندس بحط هنا صفر، بعد كده واحد، بعد كده اثنين، بعد كده ثلاثه. ببدا اخد القيم بالترتيب. بمعنى الصفر في العشرات والباقي في الآحاد. تعالى هنا تقول لي صفر بتاع العشرات بخانه صفر والآحاد موجود، السبعة الوحيدة نحط هنا سبعة. طيب الواحد موجود عنده كام؟ اهي 2 اللي هي 12. لما بتيجي تنطق الرقم بتنطق هنا 7 هنا 12
2 و1 دي معناها 12. بنطق رقم ازاي؟ جاي لك مفتاح الحل. يا باشمهندس 22 هنا 2 في العشرات و2 في الآحاد، يبقى دي 2 ودي 2. في كمان 23 يبقى 2 و3. دي نقط 23. 23. طيب تعالى هنا 25 هنا 2 هنا 5. لما اجي انطق العدد ده بقول 25. 25 33 مثلا، هنا 3 وهنا 3. لما اجي انطقها 33 دي معناها ايه؟ 3 علامة 3 وهتكتب 33. دي لما تيجي تشوفها دي معناها ان 3 و3 مثلا. لما اجي انطقها بنطقها 33. مفتاح الحل ده اهم جزء في التمثيل. اشمعنى؟ هو اللي بيعرفك ده شغال ايه؟ شغال عشرات واحاد، شغال على اجزاء من 10، اجزاء من 100، مئات، الحاجات دي كلها. طيب الايه كده وزن 33 اكبر واحده، لا اي قيمه ممكن تكتب 25 اهو. 5 2 وهتكتب 25 وتنطق 25. فدي معناها ان ال 5 2 دي معناها 25. شغل عندي رقم قيمه اهو، ادي 1 2 3 4 5 6 قيم. لو جيت قلت لك انا عايز المدى في الرسم ده، انا عايز المدى، تيجي تقول لي المدى بيساوي ايه؟ اكبر قيمه ناقص اصغر قيمه. من اكبر قيمه عندك 33 اهو، ناقص اصغر قيمه عندك اللي هي 7، تطلع عندك 33 ناقص 7 26. فالمره الجايه ان شاء الله هبدا اقول لك امثله الحاجات دي كلها، وابدا اشتغل على محطه مساق الاوراق بس متوسع شويه. يلا بينا. يلا بينا نيجي للسبوره الثانيه معانا، ودي تاني سبوره معانا في الدرس، وهي سبوره الاسامي. مثل البيانات الاتيه باستخدام الساق والاوراق موضحه للمدى. طبعا بيديك البيانات زي ما انت شايف، انت هتبدا في الحل ترتبهم. تبدا تبص على القيمه المكانيه. القيمه المكانيه عندك احاد وفي عشرات، 6 8 11 13 36. فانت عندك احاد وعشرات. بكتب ازاي؟ واحده واحده. تعال نبدا نرسم الساق والاوراق. ادي الاوراق وادي الساق. دايما الساق بيكون عدد قليل، اللي هو القيمه اللي مش بتتكرر كتير زي العشرات كده. هقول ايه؟ هنا 6 القيمه المكانيه للعشرات بصفر، القيمه المكانيه عشرات هنا بواحد، بعد كده 2، بعد كده 3. هبدا باخد الارقام بالترتيب. في العشرات اللي عشراتها صفر 6 والثمانية بس بكتب 6 وادي 8. طيب في العشرات اللي عشراتها واحد ابدا اكتب الارقام اللي عندها، فالاقي 1 3 5 6 7 7 8 9. كل ده ايوه. تعرف العشرات اللي رقمها 2، طب انا عند الاثنين اهي الارقام دي كلها اللي هي 1 تفضل 21 4 4 4 5 5 8. هبدأ عند التلاتة 6 والسبعة، ادي 6 وادي 7. اوعى تنسى مفتاح الحل وبأكد عليه. المفتاح عندنا، المفتاح عبارة عن، والله ناخد اي رقم، اي رقم يعجبك، وليكن انا عاجبني مثلا رقم 17 او 18. عندي 18 فاعمل 8 1. دي معناها ايه؟ ان هي بكام؟ ب 18. يبقى 8 1 دي معناها ان هي 18. ابدا بقى حل. هو عايز بعد كده اوجد المدى. هو عايز المدى. لسه قايل لك في السبوره اللي فاتت اكبر قيمه ناقص اصغر قيمه. اكبر قيمه عندي اللي هي 37، يبقى المدى بيساوي 37 ناقص اصغر قيمه عندك اللي هي 6، يبقى 37 ناقص 6 اللي هي عندك 31. يبقى رتبت الصاج بياخد القيمه القليله، اما الوزن تاخد كتير اللي هي 0 1 2 3، وبعد الباقي كل ده الاوراق. تعالى المثال الثاني يمثل البيانات بيانيا الاتي باستخدام الصاج والاوراق. ومديك شويه بيانات وعايز انا بكتبهم لك كده كده اهو عشان بس الوقت. الترتيب، رتبت البيانات اللي عندي، بس انت تلاحظ ان في اجزاء من 10 ارقام صحيحه. اللي متكرر كتير الارقام الاجزاء من 10
فده اللي هعمله في الأوراق. أما ال 84 وال 85 الحاجات دي كلها فهعملها في الصاد. تعالى نقسم كده واحدة واحدة. تعالى نقسم. أدي الصاد اللي يفرق دي عن دي اللي هو مفتاح الحل اللي هو المفتاح اللي تحت. هنا الصاد وهنا الأوراق. تعالى واحدة واحدة بقى. عندك يا باشمهندس أول حاجة عندك هنا 84 حط 84. بعد كده 86 86. بعد كده 87. بعد كده آخر حاجة 88. ابدأ خد بقى الأوراق الأرقام اللي بره اللي هي كام؟ واحد وهنا كمان واحد هنا اتنين. حاجة تانية؟ لا خلاص اشطب عليها. 86 عندها اتنين وتمانية فقط يبقى اتنين تمانية. طيب أستاذ عندك بعد كده خلاص 86 خلاص اهو. يجي 87 مفيش حاجة هنا فدي معناها القيمة المكانية بصفر. تبقى هنا 87 صفر. بعد كده واحد. بعد كده أربعة. بعد كده حاجة تانية لا خلاص. 87 خلص. نيجي على 82 فيها 4 و6. ده 4 و6. هنا عايز أوجد المدى والمنوال. هنجيب المدى كده. المدى أكبر قيمة لا تصغر قيمة. أكبر قيمة 88 و6. أستاذ أنت غلط. غلطت فين؟ إنك أنت لازم تجيب الأول مفتاح الحل. أنت صح. تعال نجيب مفتاح الحل. يبقى كده غلط. يبقى زي أول مفتاح الحل. على واحدة واحدة. هذا المفتاح هكتبها له إزاي؟ 84 أو 6 84 مثلا أو 88 قصدي 6 88. دي معناها تكتب 88 و6 من 10. تاني ركز مفتاح حل تاني اهو. تاني ركز معايا ركز معايا. المفتاح هتسوي ازاي؟ اي رقم تاني عادي 86 و8. بعد المفتاح عباره عن 8 شرطه 86. دي معناها تكتب 86 و8 من 10. اهي ده المفتاح الحل. هنا انا فهمت ان ده معناها ان ده ارقام عشريه. بس طب على كده واحده واحده هات بقى المدى والمنوال. تسألني إن المدى أكبر قيمة لا تصغر قيمة. أكبر قيمة عندي 88.6 من 10 ناقص أصغر قيمة 4.81 من 10. تطلع عندك كام؟ تطلع عندك 4.5 من 10. يا حظ. تعالى هنا المنوال القيمة الأكثر تكرارا أو الأكثر شيوعا. أكتر حاجة متكررة مرتين أهي اللي هي عند 84.1 من 10. فاضل كمان سبورة في الدرس ده وأهم الأسئلة اللي فيه. خلاص على كده نيجي لآخر سبورة معانا في الأسئلة في الشرح. وهبدأ آخد سبورة كمان في حل معظم الأسئلة. خلاص على كده في الدرس الأولاني. هنا مديك حاجتين عظمى وصغرى. بيقول لك مثل درجات الحرارة العظمى والصغرى باستخدام مخطط الساق والأوراق. الأول يا فندم لازم ترتب دول فأنا رتبتهم عشان البيت بس ما يكونش طويل معاك. طب بعد كده الأول أنا يا باشمهندس برسم خطين. جزء للعظمى جزء للعظمى اللي هو الأوراق وجزء للصغرى. وعندنا الساق. طبعا هنا أوراق وهنا أوراق. الأول يا باشمهندس لو لاحظت هتلاقي أنت عندك الأرقام كلها الأجزاء من الحشرة في القوة المكانية محصورة بين واحد لحد 4. هنا 10 20 30 40 نفس الفكرة تحت. أبدأ أكتبهم إزاي؟ بقول إيه؟ 1 2 3 4 اللي هي ال 10 وال 20 وال 30 وهكذا. هبدأ أقول الأرقام اللي بعدها اللي هي عندك دي 19 يبقى 1 9. في حاجة تانية من القوة المكانية طلع 10 موجود حاجة تانية؟ لا خلاص كده. هي بعد كده عند العشرينات هلاقي هنا قدامها 2 حط جنبها 2. قدامها 5 حط ال5. 8 حط ال8. هنا 9 حط ال9. هنا عندك كمان 9 9 كمان مرة مكررة. بعد كده الثلاثينات 32 34 35 وهكذا. هيبقى 32 ها 34 35 36 37 39. هاجي على 40 هلاقي 2 41 و42. طيب تعالى للقيمة الصغرى. يا باشمهندس هلاقي عندك كده 13
13 أهو. الناحية التانية بقى 13. بعد كده 16 أهو 6. 18 8 19 9 20. خلاص كده خلصنا. اللي هو الواحد. طب الاثنين نقول 20 صفر. 21 اللي هي خلاص حط الواحد بس. 21 كمان مرة. 22. 22 كمان مرة. 23. 23. حاجة تانية خلاص تيجي على 30 حط الصفر. هنا واحد. 32 باتنين. طب مفيش 40 عادي جدا مش مشكلة. اوعى تنسى مفتاح الحل. المفتاح انت عندك هنا اللي هو عبارة عن خد اي رقم هنا او هنا 4 35 مثلا يبقى 35. دي معناها تكتب او تقرا 35. بيقول لك ايه؟ ووضع اي الدرجات اكثر تباين. الاكبر في المدى هو الاكثر تباين. تعال في المدى هنا ونشوف المدى هنا. المدى عند العظمى بيساوي المدى عند العظمى اكبر قيمه عندك 42 ناقص اصغر قيمه 19. 42 ناقص 19 ب 23. طيب المدى هنا المدى اكبر قيمه عندك 32 واصغر قيمه 13 يبقى المدى عندك هنا 19. من الاكبار 23 19 29. دي معناها ان العظمى اكثر تباين من الصغرى. الاكثر في المدى الاكثر في المدى هو الاكثر او الاكبر في المدى هو الاكثر تباين. فكرة السبوره الجايه ان شاء الله هتكون اهم الاسئله المتوقعه في ممكن امتحان في الدرس ده. طب وري بقى من اهم الاسئله اللي ممكن تجيلك في الامتحان. مدى مجموعه القيم 17 11 13 5 13 وهكذا. المدى انا عارف ان هو اكبر قيمه ناقص اصغر قيمه. تعالى نشوف هنا. اكبر قيمه عندك في كل ده 19 ناقص اصغر قيمه عندك اللي هي الاثنين. 19 ناقص 2 ب 17. يبقى المدى اكبر قيمه ناقص اصغر قيمه. شكرا. جينا رقم دي. انت تفسير بالك بتساق الاوراق فان المدى. استاذ سيبك من كل ده وركز على مفتاح الحل ده اهم حاجه عندك. 4 علامه 5 دي معناها 4 ونص. فدي بتتكلم على اجزاء من 10. حلو. يبقى يا استاذ المدى اكبر قيمه اللي هي عندي 7 ونص ناقص اصغر قيمه اللي هي 4 ونص. 7 ونص ناقص 4 ونص عندك بثلاثه. شكرا. الرقم ده يبقى عندي 7 ونص ناقص 4 ونص اللي هي 3. شكرا. المدى. اخر سؤال معايا بقيت هتلاقي تمثل اعداد الكتب فان المدى اكبر قيمه ناقص اصغر قيمه. ركز على مفتاح الحل. 2 و7 معناها 2 و7 من 10 فده اجزاء برضه من 10. ركز هنا. هات المدى اكبر قيمه ناقص اصغر قيمه. اكبر قيمه عندنا 3 8 من 10 ناقص اصغر قيمه 1 من 10. الناتج يطلع 2 و7 من 10. الدرس الثاني معانا الرباعيات وتمثيلها بيانيا. الدرس ده مهم جدا واهم درس في الوحده كلها. باشمهندس يعني ايه رباعيات؟ رباعيات يا باشمهندس انا عندي 3 رباعيات. اول رباعي عندنا بسميه الربيع الاول. قال لك يا باشمهندس بعرفه ازاي؟ قال لك قيمته او مكانه. قال لك قبله او يسبقه 25% من القيم ويليه 75% من القيم. يبقى يسبق 25 ويليه 75. يسبقه 25 يليه 75. يعني قبله ربع القيم وبعده 3/4 القيم. حلو. نيجي بعد كده حاجه اسمها الربيع الثاني. ودي المعنى صح اللي هو الوسيط. قال لك دي معناها ايه؟ معناها الرقم اللي في النص بينهم. يسبقه 50% ويليه 50%. يسبقه 50 وبعده 50. قبله 50% يعني نص القيم وبعده نص القيم.
آخر حاجة الربيع التالت، بمعنى قبله يسبقه 75% ويليه 25%. مهندس من الأول كده، الأول بسميه الربيع الأدنى اللي هو الربيع الأول، قبله 25 وبعده 75. طيب الربيع الثاني قال لك في النص ما بينهم، قبله 50 وبعده 50. الربيع الثالث قال لك قبله 75 وبعده 25. ده ربع قيم قبل بعد ثلاث ارباع، ده نص نص، ده ثلاث ارباع بعده كام؟ بعده ربع. أول حالة عندنا الحالة الأولى، قال لك إذا كان عدد العدد عندنا العدد أو عدد القيم فردي، وعدد القيم فردي يعني نون دي فردي، وقال لك إن نون زائد واحد تقبل القسمة على الأربعة، فإن سموا الربيع الأول بحاجة اسمها راه واحد، وعند الربيع التاني راه اتنين، وعند الربيع التالت راه تلاتة. راه واحد بتساوي لو بتجمع على الأربعة، لو عندي النون فرد زي 15 19 وهكذا، لو زودت عليها واحد تجمع على الأربعة، يعني 15 زائد واحد ب 16 تجمع على الأربعة، أو 19 زائد واحد ب 20 تجمع على الأربعة. راه واحد دي بتساوي إيه؟ قال لك يا مش مهندس بتساوي نون زائد واحد على الأربعة. طب رأيك هو قال لك عبارة عن نون زائد واحد على الاتنين. قال لك طب راح ثلاثة، قال لك عبارة عن تلاتة في نون زائد واحد على الأربعة. بمعنى صح، لو جبت الأولاني طلع باتنين، اضرب الرباعي الأول في اتنين، ضرب ده في اتنين يديك الرباعي التاني، اضربه في تلاتة يديك الرباعي التاني. بمعنى لو طلع الرباعي الأول مثلا ترتيبه الرابع مثلا، هضربه في اتنين فيبقى الرباعي التاني بتمانية، اتنين في أربعة بتمانية. اضرب برضه في اتنين في تلاتة، المرة دي تلاتة في أربعة بكام؟ ب 12. أهم حاجة هنا الترتيب. يلا بينا نشوف المثال. أوجد رباعيات الثلاثة الأفقية بالدقية. أول حاجة هترتب، هنجيب عدد القيم كده، تقول لي النون عندنا، النون بكام عندنا؟ النون عندنا عد كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 قيمة. النون 15. حلو. هات يا باشمهندس رهواتك بيساوي 15 زائد 1 على 4. 15 1 16 على 4 فعلى 4. راحت مني من غير ما تفكر اديته القانون، 2 في 4 ب 8 تضربها في 2 دي كده تحت. طيب راح 3 بتساوي سالب، قبل ما اكتب القانون عارف اجيبها 3 في 4 ترتيبه ال 12، اضربها في 3 اضرب في 3 يديك 12، وده مضروب في 2 يديك اللي تحت. شكرا. طيب القانون كده هتقول لي 15 2 زائد 1 على 2 يبقى 15 زائد 1 على 2 هات 8. الثانية 3 و15 زائد 1 على الأربعة يديك 12. كده كده خلصت؟ لا، لازم تجيب عدد القيم أو ترتيب القيم عن شوية فيه. ثالث ده ترتيب الرابع عندك قيمته. قيمة الربيع الأول هنشوفه كده، وترتيب الرابع تعالى عد أربعة. ادي 1 2 3 4 يبقى عندك 5. قيمة الربيع الثاني يساوي، استاذ عندك 8 وصلنا 4 5 6 7 8 اهو ده الرابع 5 6 7 8 14. قيمة الربيع الثاني بيساوي، وصلنا لحد 8 9 10 11 12. شكرا. يبقى 21. مش مهم انت مسميها ربع الاول اللي هو عند 5 عنده 5
الربيع الثاني قيمته 14 قيمته 21. أوقات بيطلب منك الترتيب وأوقات بيطلب منك الربيع. لو جبت كده وسبتها بالمنظر ده غلط. يعني جبت 4 وقلت إن قيمته 4 لا غلط. فلازم تجيب قيمة الربيع. هتعرف وتشوف مكانه فين. عشان كده قلت لك لازم الترتيب. هل ينفع تجيبها فوق؟ لا. لو جبت الربيع عيبه فوق 23 7 16 2 هو أصلا مش بقيمته 2. لازم الأول الشرط الأساسي ركز. دي الحالة الأولى إن زائد 1 بتكبر القسمة على 4. السبورة الجاية هنستخدم خط الصندوق. بعد كده هبدأ آخد الحالات اللي بعدها. التمثيل الصندوقي واحدة واحدة كده. قال لك يا باشمهندس أنا جبت وراه 1 وراه 2 وراه 3. بمثله إزاي؟ ببدأ أحط نقطة وأبدأ أعمل خط الصندوق. وعندي نقطة نهاية. قال لك أول نقطة دايرة بسميها الحد الأدنى. أو ماشي مش الترتيب ده اسمه الحد الأدنى. وأحسن نقطة بالقيمة أو القيمة الأدنى وده العظمى أو الأعلى. حلو. يبقى تقول على العظمى أو الأعلى. أول حاجة عندك كده ده بسميه الربيع الأول أو الربيع الأدنى. وهنا الربيع الأعلى. وهنا عندك الوسيط أو الربيع الثاني. يبقى أنت عندك قيم بالقيمة الأدنى أو القيمة الصغرى بالقيمة العظمى. أصغر قيمة عندك في الأرقام. أكبر قيمة عندك ربيع أول ربيع أعلى وسيط تاني. أو ربيع أدنى ربيع أعلى وسيط تاني. ممكن تقول عربيات أول وتالت وتاني. تعالى هنا مثال. مثل البيانات الآتية باستخدام الصاد والأوراق. أنا بنكتبهم. تعالى واحدة واحدة يا باشمهندس. هات طبيعيات. هات عدد القيم ادي 1 2 او باستخدام الاول لا باستخدام خلال استخدام مخطط الصندوق او مخطط الصندوق. شيل دي. ترتيب نرتبهم. تعال دي يا باشمهندس راح واحد عندك ترتيبها بيساوي ن زائد 1 على 4. عدد القيم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. يبقى 11 زائد 1 على 4 تطلع عندك ب 3. راح 2 عشان يبقى تعمل كل ده اضربها في 2. 2 في 3 6. راح 3 اضربها في 3. 3 في 3 ب9. طب القيم قيمة راء واحد قيمة راء واحد بيساوي هو الثالث. ترتيبه الثالث 1 2 3 عند ال 14. طب راء 2 عند السادس. دي الثالث 5 أو 3 4 5 6 يبقى عند 18. قيمته راء 3 بيساوي ده عند التاسع دي ثابت كملة 10 7 8 9 كده عند ال 24. اما اجي امثل تمثيل استاذ خط الاعداد. اكبر قيمة عندك او اصغر قيمة عندك اللي هي ال 12. اكبر قيمة عندك اللي هي عندك مين؟ اللي هي عند ال 20 او اللي عند 27. يبقى عند اكبر قيمة واصغر قيمة اهي. ابدا امشي. هي عند قيمة الربيع الاول عند ال 14. اطلع بخط. ده عند ال 14. هبدا امشي. مثل الربيع الثاني او الثالث عند 24. يبقى دي نازله عند ال 24. طيب فين الوسيط؟ هلاقي عند ال 18 وهي 2. يبقى هنا مثلا عند ال 18. يبقى ادي ال 27 اللي هي اكبر قيمه عندك. ودي ال 12 اللي هي اصغر قيمه عندك. وعندك الربيع الاول ب 14. الربيع الثالث ب 24. الرقم اللي في النص كام؟ 18. نيجي على الحاله الثانيه. اذا كانت النون عدد زوجي أو فردي بس ما يبقاش القسم على 4. ونون زائد 1 لا تقبل القسمة على 4. نون زائد 1 ما تقبلش القسمة على 4. قال لك بجيب قيمة الربيع إزاي؟ قال لك قيمة الربيع بيساوي. قال لك يا باشمهندس قانون مهم جدا. قال لك القيمة السابقة له زائد القيمة التالية له ناقص القيمة السابقة في ترتيبه
ناقص ترتيب الربيع السابق. الله، قيمة الربيع بتساوي القيمة السابقة زائد التالية ناقص السابقة في ترتيب الربيع ناقص ترتيب السابق. حلو. تالية أهو، القيمة السابقة له زائد تالية ناقص سابقة في ترتيبه ناقص ترتيب السابق. تاني سابقة معايا ها، سابقة زائد تالية ناقص سابقة في ترتيبه ناقص ترتيب السابق. قول الواحدة. أيوه ها، سابقة زائد تالية ناقص سابقة في ترتيبه ناقص ترتيب السابق. هاخد رباعيات الثلاثة. تعالى يا باشمهندس هنا هضرب واحد بيساوي تعال نشوف قد القيم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. أنا عندي 10 زائد 1 على 4 اللي هي 11 على 4 فيها 2 وربع. 2 75%. شرب. مش عندي حد بقى قيمته هيجيبه فين؟ وفين أصلا؟ 2 و75% بين الاتنين والتلاتة فعدد تبقى 1 و2 3 يبقى هو هنا بين ده وده فأصبح ده قيمته هنا ده الثابت له وده التاني له. يبقى شوف بين التاني والتالت فده الثابت وده التاني. هاخد قيمته بيساوي القيمة السابقة له اللي جاب له عطيه 13 زائد التالية اللي هي 20 ناقص السابقة اللي هي 13 في ترتيبه اللي هو 275 اهو في 275 ناقص ترتيب السابق اللي هو ترتيب السابق اللي هو الثاني 1 2 ترتيبه 2. امسك الآلة حجم معايا في الآلة حجم واحدة واحدة. يلا بينا. جيت قلت لك ادي معانا الحجم 13 زائد 20 ناقص 13 في الكوب في عندك 2 علامة 7 5 ناقص 2 بيساوي تطلع عندك الناتج 18 وربع. واضحة قدامك اهي. فاجي هكتب هنا يبقى قيمته 18 وربع. ده قيمة الربيع الأول. نجيب الربيع الثاني. الربيع الثاني ده كده اديك 2 وراح دماغك سهل. دي 2 بتطلع ب4 5 ونص. وده اديك 2 عايزين قيمته فين 5 ونص. ادي 1 2 3 4 5 ونص بين دي ودي اهو. 1 2 3 4 5 ونص يبقى بينهم. ده أصبح ده السابق وده التالي. فكده ازاي؟ القيمة السابقة اللي هي 22 زائد التالية 24 ناقص السابقة 22 في ترتيبه اللي هو 5 ونص ناقص ترتيب السابق. خد أول ساعة ده يريح دماغي ناقص 5. تعالى على حاسبة تطلع 29. هيتأكدوا واحدة واحدة. تعالى حاسبة. يلا بينا. على حاسبة معانا اهي 22 زائد 24 ناقص 22 في الكوب في ترتيبه 5 ونص ناقص ترتيب السابق اللي هو 5. ايه في الكوز بيساوي تطلع عندك 23 واضحة قدامك اهي. يلا بينا. راح 3 بيساوي اضرب دي في 3 تطلع عندك دي في 3 7 وربع. اكتب 3 في 2 ب 6 تضرب 75% تطلع عندك 7 وربع. استاذ واحدة واحدة. تعالى نشوف الدنيا تبقى عاملة ازاي. هتأكد برضو. هتأكد اهو 3 في 75% او في 2 75% تطلع عندك 8 وربع. 8
وربع مش 7 وربع. يبقى 8. نيجي نجيب الرباعي الثالث. هضرب دي في 3 يبقى 3 في 2 75 من 100 تطلع عندك 8 وربع. يلا بينا بقى دي طلعت 8 وربع. هات القيمة. الأستاذ قال لي قيمته أو القيمة الصادقة. لما نيجي نشوفها فين؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 يبقى من دي اللي هي 2 25 وبين دي 31. ده السابق هنا احنا هنا. ده السابق وده التالي. القيمة السابقة 25 زائد التالية 31 ناقص السابقة 25 في ترتيبه مش مهندس 8 وربع ناقص ترتيبه السابق اللي هو اكيد بكام؟ ب 8. طب نطلع بقى الحل. يلا بينا مع بعض. 25 عندك 25 زائد افتح قوس 31 ناقص 25 في 8 وربع ناقص 8 اقفل القوس بيساوي تطلع عندك 26 ونص. معايا 26 ونص يبقى الناتج 26 ونص. ده قيمته. نمسح على السبورة ونخش على السبورة اللي بعد كده. الحالة التالتة معانا بقى ودي أكتر حالة وأهم حالة، وأوقات بيجي عليها سؤال مقالي في الامتحان. الرقم الجداول التكراري. أول حاجة الترتيب هيختلف تماما. قال لك النون هنا اللي هتكون التكرار أو مجموع التكرارات. حلو. قال لك إن راء واحد بتساوي نون على 4. طيب راء 2 قال لك بتساوي نون على 2. راء 3 بتساوي 3 في نون على 4. من النون قال لك النون ده مجموع التكرار. طيب قيمة الربيع المطلوب بجيبها ازاي؟ قال لك بداية فترة الربيع زائد رتبة الربيع ناقص التكرار السابق على التكرار المناظر في طول الفترة. بص كده معايا. بص يا باشمهندس الأول كده البداية زائد الرتبة ناقص السابق على المناظر في الفترة طول الفترة بالنسبة لنا. تاني البداية زائد الرتبة ناقص السابق على المناظر في مين؟ في طول الفترة. لازم اديك هنا عدد ساعات اللي عمل الحاجات دي. ابدا اول حاجه ارسم الجدول بتاعك. تعالى واحده. الجدول عندنا مقسم لاربع خانات. اول خانه عندنا فتره الربيع الفتره اللي هي بدايه الفتره. تاني حاجه التكرار اللي عندنا السابق اهو او التكرار بالنسبه لنا. الحاجه الثالثه هنا طول الفتره او فتره الربيع او تكرار عندنا هنا فتره الربيع سموها فتره الربيع. الحاجه الثانيه يا باشمهندس التكرار السابق او التكرار الصاعد. سميه كده التكرار الصاعد. التكرار فتره. حلو. سهل واحده واحده. تعال نشوف هو التكرار المنتظم زي ما تسميه. الفتره اكتب الفترات زي ما هي 22 27 37 22 27 32 37 42 47. تعال تكرار دي قصادها 9 3 10 8 12 8 مجموعهم 50. خط الربيع أقل من 22. حلو. أقل من 27. أقل من 32. أقل من 37. أقل من 42. أقل من 47. هنا هزود واحد. كل ما أزود 5 يبقى أقل من 52. لازم هنا تزود واحدة. فقرأ زود واحدة. عندك التكرار الصاعد لما تيجي تجيبه عندك فرق 22 قبل 22 في حاجه قبلها تكرارات. لا يا استاذ ما فيش 22 اخبيت اللي قبلها. استاذ ما في 9 لا مش الاقساط اللي قبلها حاجه لا تبقى صفر.
طيب 27 بص يعني 27 أقل من 27. بص اللي قبلها كام؟ 9 عندنا بين 9. حلو. أقل من 32 32 أهي. فتك هنا عندك اللي هو 9 و3 اجمعهم يبقى 12. أقل من 37 أهو. هلاقي في 3 صغيرات 9 و3 و10 22. 37 أقل من 42 9 و3 و10 و8 تطلع ب 30. أقل من 42 قلناها. أقل من 47 9 و3 و10 و8 و12 أهو. اجمعهم تطلع عندك 42. أقل من 52 ده حذفناها. لو كل ده اللي هو المجموع عندك اللي هو 50. تعالى يا باشمهندس بقى نجيبها بعدين. أول حاجة اللي هجيبها راح واحد اللي هي نون على الأربعة اللي هي 50 على الأربعة فيها 12 ونص. تعالى نجيب قيمته. قيمة الربيع. أول حاجة شد خط في مكانها 12 ونص ب 12 22 أهو هنا. بداية الفترة عندك كام؟ البداية عندك 32 أهو. بداية الفترة زائد رتبة الربيع اللي هي 12 ونص ناقص رتبة السابق اللي قبله على طول ب 12. ال 12 دي المنازل ليها التقاب 10 في طول الفترة كل مرة بيزود 5. طول الفترة عندي 5. يبقى تاني أستاذ بداية أنا عشان خدت 12 ونص أهي. 12 ونص من 12 ل 22 أهو خط. هبص اللي قبله بداية الفترة 32 زائد رتبته 12 ونص ناقص السابق اللي هو ب 12 على المناظر 10. وطول الفترة دي كام؟ 105. بالآلة الحاسبة يلا بينا عشان بالآلة الحاسبة. كانوا معانا اللي هو كده 32 زائد شرط الكاف 12 ونص ناقص 12 على 10 في 5. طلع الناتج تطلع عندك 32 وربع اهي. شايفها؟ يبقى مكانها 32 وربع. يبقى انا عندي القيمه بتاعتها 32 وربع. خلينا نكبرها شويه 32 وربع. دي بعد كده الرهي 2. تعال نجيب الرهي 2 بيساوي هضرب دي في 2 يبقى 2 في 2 في 12 ونص تطلع ب 25. باشمهندس 2 في 12 ونص لا 25 عندي. واحده واحده بقى. 25 اللي تكتبه فين؟ بين 22 وال 30 تعال حددوه هنا اهو. قال لك البدايه بدايه الفتره البدايه زائد زي ما اتفقنا كده القانون تاني الفتره الرده ناقص السابق على المناظر وطول الفتره. طيب البدايه عندك بدايه الفتره عندك 37 زائد الرتبه ب 25 ناقص السابق ب 22 على المناظر اللي قصاده ب 8 وطول الفتره 5. هتمسك الآلة الحاسبة مع بعض يبقى 37 مع بعض يلا. 37 زائد شرط الكاس 25 ناقص 22 على 8 في 5. فراح بيطلع عندك 38 و885 جزء من 100 اهي. 38 38 875 جزء من 100. اخر واحد عندنا راح 3 وده نضيف 3 يبقى 3 في 12 ونص ب 37 ونص اللي هي هنا. هتشوف مكانها هنا. يبقى البداية ب 42 زائد ترتيبه 37 ونص ناقص ترتيب السابق 30 على ترتيب المناظر 12 في طول الفترة كل مرة بزود 5. تعال نشوف الناتج. من عندي
42 معايا يلا 42 زائد 37 ونص ناقص 30 على ال 12 في 5 تطلع عندك الناتج 45. لا هنا في مشكلة. 37 ونص ناقص 30 على 12 في 5 تطلع عندك 45 مظبوطة و125 جزء من 100. طبعا فيها الدرس التاني خلص معانا بس مش هحل عليه الحصة دي، هخلي حصة واحدة للحل. إن شاء الله في الدرس التالت معانا في الحصة دي بإذن الله، في الحلقة دي معانا، وإن شاء الله الحل نعملها حصة لوحدها بإذن الله، نحل على الوحدة كلها مع بعض. يلا بينا نيجي لسبورة حل الأسئلة للدرس التاني. الربيع الأول من القيم 7 4 3 11 9 8 2. أول حاجة نكتب يبقى 2 3 4 7 8 9 11. عدد القيم دلوقتي 7. لو يا باشمهندس أنا عايز الربيع الأعلى. الربيع الأعلى عبارة عن مين؟ إن رقم 3 بتساوي 3 في ن زائد 1 على 4. 3 في ن زائد 1 اللي هم 7 زائد 1 يبقى 3 في 7 زائد 1 على 4 تطلع عندك بستة. يبقى ترتيبه الثاني. تعالى عد. ادي 1 2 3 4 5 6 اللي هي عند التسعة. يبقى انا الاول رتبت ثم جبت الربيع بالقانون 3 في ن زائد 1 على 4. في التمثيل بين الساق والاوراق يكون الوسيط هو. الوسيط اللي بتاخد القيمه متوسط الترتيب. تعال نشوف الربيع بتاعها. انا عندي كام قيمه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. النون عدد فردي لو زودت عليها 16 فتكبر على 4. عندي الربيع التاني عباره عن ن زائد 1 على 2. النون ب 15 زائد 1 على 2 تطلع ب 16 على 2 فيها 8. يبقى هو كده التاني. خد بالك من مفتاح الحل. 24 و7. عندي 8 1 2 3 4 5 6 7 8 تطلع 25 و8 من 10 اللي هي رقم ب. فرق بقى من مخطط الساق والأوراق التالي عايز راه 1 راه 2 راه 3. الربيع الأول والربيع الثاني والربيع التالت واجمعهم. إنما عشان ننسى القيم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. والربيع الأول عبارة عن 11 زائد 1 على الأربعة تطلع فيها الثلاثة. الربيع الثاني عبارة عن 2 في 3 ب6. الربيع الثالث 3 في 3 بتساوي 9. طيب ترتيبه الثاني كده. تعالى عد. 1 2 3 يبقى قيمته 22. طيب الربيع الثاني السادس 1 2 3 4 5 6 يبقى 37. الربيع الثالث التاسع 1 لحد هنا 6 ها 6 7 8 9 يبقى 41. اجمع الثلاثة 22 و37 و41. ادي عندنا كده صفر صفر. ادي 4 4 11 بكده 100. يبقى انا عندي كده 100. معهم انت عندك بقى حاسبه 2 و7 و1 و2 و3 و4 كم عندك دي 100. تمثيل الصندوق المقابل الرباعي الاعلى ناقص الرباعي الادنى. ده الرباعي الاعلى وده الرباعي الادنى. طرحهم من بعض. ده عند 24 ناقص ده عند 14 يديك عندك كام؟ 10. ده الربيع الاعلى ناقص الربيع الادنى. اذا كان ترتيب الربيع الاعلى لمجموعه القيم هو 48 هنا لازم تكون حافظ القانون اللي هو 3 في ن زائد 1 على 4. قال لك ترتيبه 48 فإن عدد القيم. أول حاجة يا باشمهندس اخلص من دي. هنا على 4 اضرب هنا في 4 على 3 عشان تخلص منها. واضرب هنا في 4 على 3. طير دي مع دي ودي مع دي يبقى لك 2 زائد 1. 48 على 3 فيها 16. 16 في 4 ب 64. ودي بعكس شهر واحد يبقى ن بتساوي 64 ناقص 1 ب 63. تاني 3 في ن زائد 1 على 4 48. تخلص من الأربعة والثلاثة. يبقى أنا في 4 3 المخلوط بتاع دي. يبقى ن زائد 1
48 في 4 تبقى إلى حد 64. ودي واحد معاك في الإشارة 64 ناقص 1 63. شكرا. اختيار رقم د. القيمة التي تليها 75% من البيانات تسمى نقط. بعدها 75 وقبلها 25 تليها 75 ويسبقها 25 بالربيع في الأدنى. وبكده خلصنا الدرس الثاني بشوية من أفكاره. إن شاء الله هنخش على الدرس الثالث وهنحل برضه عليه سبورة كمان. وكده انتهينا من الوحدة الثانية. آخر درس معانا وهو نصف المدى الربيعي. على فكرة الدرس ده يعتبر احنا لسه شارحينه من شوية. نصف المدى الربيعي معتمد على الرباعية. أول حاجة يعني كلمة المدى الربيعي قال لك المدى الربيعي لوحده كده عبارة عن الربيع الأعلى ناقص الربيع الأدنى. أعلى أدنى. طيب نصف المدى الربيعي بجيبه ازاي؟ قال لك الربيع الأعلى وهو 3 ناقص الربيع الأدنى اللي وراه 1 على الاتنين. ده كلمة نصف المدى الربيعي. لازم برضه لنا ترتيب. طيب تعال نشوف كام مثال اللي معانا دول. اختر الإجابة الصحيحة. من بين الإجابات للتمثيل الصندوق المقابل عايز نصف المدى الربيعي. هو جايب لك رقم هنا عند ال 18. يبقى عندي رقم 3 أنا عايز نصف المدى الربيعي. رقم 3 نازلة عند ال 18. حلو. أو ال 38 ناقص رقم 1 نازل عند من ال 28 30 يعني عند 29. حلو. بينهم على الاثنين 9 على الاثنين فعلى 4 ونص. شكرا. يبقى تاني نصف المدى الربيعي رقم 3 نازل عند 38 ناقص رقم 1 نازل عند 29 على الاثنين 9 على الاثنين فعلى 4 ونص. نصف المدى الربيعي للقيم لازم أهم حاجة الترتيب. تعال اكتب القيمة اللي عندك دي. أول قيمة عندك 15. بعد تاني قيمة عندك 23 أو الأول 18 ثم 23 بعد كده 27 بعد كده عندك 30 بعد كده 32 35 44. يبقى أول حاجة الترتيب. أول قيمة عندك 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى أنا عندي أول قيمة عندنا 8. السؤال ده حله كل شوية. يبقى أنا عندي رقم 1 هجيبه 8 زائد 1 على 4. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 زائد 1 على 4 اللي هي 9 على 4 2 وربع. بس كده القيمة السابقة له زائد القيمة التالية. أيوه هات قيمته. قيمته بتساوي القيمة السابقة له وصلنا 2 وربع فين؟ أدي 1 2 يبقى هو اهي. السابقة 18 زائد القيمة التالية له 23 ناقص القيمة السابقة 18 في ترتيبه 2 وربع ناقص ترتيبه السابق. ترتيبه السابق اللي هو الاثنين. كان اهو السابق 18 الثاني 29 ناقص السابق 18 في ترتيبه 2 وربع ناقص ترتيبه السابق اللي هو 2. معايا بقى الحاسبة. مش كده حاسبة معايا. 18 زائد 23 ناقص 18 في ترتيبه 2 وربع ناقص ترتيب السابق اللي هو 2 بيساوي تطلع عندك 19 وربع. موجود عندك الآلة 19 وربع. أنا عندي 19 وربع. طيب من بره هتروح 3. هتروح 3 من هنا بيساوي اضرب دي في 3. 3 في 2 وربع تطلع عندك ب 6 75. 6 75 تعالى عيدها. ادي 1 2 3 4 5 6. يبقى انا هنا قيمته القيمة بيساوي السابقة 32 زائد الثانية 35
ناقص السابقة 32 في ترتيبه 2 6 و75 ناقص ترتيب السابق 6 حتى على حذف يبقى القيمة عندك تعالى هنا مع قيمة اللي هي عبارة عن 32 زائد 32 زائد 35 ناقص 32 ركوز في ترتيبه 6 علامة 75 ناقص ترتيب السالب 6 وده بيساوي تطلع عندك 34 وربع دي عندك 34 وربع طيب 34 وربع أنا عايز نصف المدى الربيعي يبقى نصف المدى الربيعي بيساوي رقم 3 34 وربع ناقص رقم 1 19 وربع على الاثنين يبقى 34 وربع ناقص 19 وربع على الاثنين تطلع عندك ب 15 على الاثنين اللي هي فيها 7 ونص معايا 7 ونص يبقى انا جبت راه واحد وقيمته وراه 3 وقيمته طرحت راه 3 ناقص راه واحد على الاثنين تطلع 7 ونص نصف المدى الرباعي نفس الفكره عد القيم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ده اسهل شويه العدد فردي فرع واحد بيساوي ثاني استاذ واحده كده ما تتلخبطش نون زائد 1 على 4 انا فاكرها ليه 16 على 4 فعلى 4 ممتاز قدهم 1 2 3 4 يبقى عند 54 قيمته خليها على جنب هطلع 3 اضرب دي في 4 في 3 3 في 4 ب 12 عد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 عندي 85 نصف المدى نصف المدى الربيع بيساوي 85 ناقص 54 على الاثنين لازم تتلخبط مش كده حذف معانا فيها الحذف اهي 85 ناقص عندك كام 54 على الاثنين بيساوي تطلع عندك 15 ونص اللي هو الاختيار رقم ألف 15 ونص آخر مسألة عندنا من مخطط الساق والأوراق في الشكل المقابل إذا كان نصف المدى الربيعي يساوي 6 بنديك نصف المدى الربيعي اللي هو 3 ناقص 1 على الاثنين بيساوي 6 أول قيمة ألف ده اهي لما ينفع نجيب رقم واحد 1 2 3 4 5 6 7 يبقى رقم واحد بتساوي نون زائد 1 على 4 اللي هي 7 زائد 1 بتساوي 4 في الاثنين يبقى رقم واحد قيمتها اللي هي عند ألف ده خلينا زي ما هي سماها رقم واحد يبقى رقم واحد ارتقاء اللي هي عند ألف سماها بقى ألف ج س سماها زي ما تسميها خليها زي ما هي شيلها خالص طلع رقم واحد المتغير عندي اطرح 3 اضرب دي في 3 تطلع ب 6 يبقى رقم 3 بتساوي 3 في 2 بتساوي 6 عند 6 قيم 1 2 3 4 5 6 تطلع عند 41 يبقى انا عندي رقم 3 اللي هي 41 ناقص رقم 1 انا عايز على الاثنين كده بيساوي كام؟ قال لك ان القيمه بتاعتها ب 6 كده بيساوي 6 مقص يبقى 41 ناقص رقم 1 بتساوي 2 في 6 ب 12 حط قيمه رقم 1 يبقى رقم 1 بتساوي 41 ناقص 12 تطلع عندك ب 29 يبقى عندك 29 طبعا عندنا 2 يبقى الالف عندك بكام؟ يبقى الالف عندك ب9 يبقى قيمه الالف بكام؟ ب9 وده الاختيار لو كان عندنا في اخر كده انتهينا من شرح الوحده الثانيه باذن الله في ماده الاحصاء ان شاء الله الحصه الجايه باذن الله هناخد كل برضه وحده في حصه استنانا الحلقه الجايه باذن الله ولو انت مش مشترك في القناه انزل اشترك وفعل زر الجرس
عشان اول ما ننزل ان شاء الله الحلقه الجايه تكون عندك. ما تنساش تدعمنا في التعليقات واللايك على الفيديو لو عجبك، وان شاء الله الحصه الجايه هتكون افضل باذن الله. سلام.